المرخص لهم في الفطر اللي عندهم الرخصة أنهم يفطروا في نهار رمضان. فكما هو معلوم أن الإسلام دين الرحمة، والله سبحانه وتعالى رخص لمجموعة ديال الناس أنهم يفطروا في نهار رمضان من باب التخفيف والرحمة بهم، ولكن بشروط معينة. وهنا كيتساءل المسلم شكون هما هاد الناس اللي مرخص لهم أنهم يفطروا في نهار رمضان؟ والجواب أن الناس اللي عندهم الرخصة باش يفطروا في نهار رمضان المريض اللي كيتضرر بالصوم. فلا مرض الإنسان وجاء الصيام قاصح ماشي مشكل يفطر في هذاك النهار، أو مثلا الدواء اللي كيستعملوا خصو يشربوا في نهار رمضان، ما يمكنش ليه يأخروا حتى الليل، فهذا كذلك عنده الرخصة أنه يفطر في هذاك النهار ويقضي في بلاصتو. وكذلك الناس اللي عندهم الرخصة أنهم يفطروا في نهار رمضان الناس الكبار اللي ما بقاوش قادين على الصيام، لقول الله تعالى في سورة البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وكذلك المرض الذي لا يرجى شفاؤه، فلا تصاب الإنسان بشي مرض مزمن اللي في الغالب أنه غيبقى مستمر مع طول حياته، فهذا كذلك يفطر ويطعم مسكين عن كل يوم فطره. ومن الناس اللي ما يصوموش نهار رمضان الحائض والنفساء، طبعا هما حرام عليهم يصوموا هذا النهار، وواجب عليهم يقضوا بداله الأيام اللي فطروا. ومن الناس اللي مرخص لهم أنهم يفطروا في نهار رمضان الحامل والمرضع، فالمرأة إذا كانت حاملة فماشي مشكل أنها تفطر، وكذلك إذا كانت كترضع الولد ديالها ماشي مشكل أنها تفطر وتقضيه من بعد، لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. ومن الناس اللي مرخص لهم أنهم يفطروا في نهار رمضان المسافر، الإنسان إذا مشى تسافر فراه عنده الرخصة أنه يفطر ويقضي من بعده عدد الأيام اللي فطرها، ولو أنه سافر في الطائرة ولا في القطار ولا في السيارة مرتاح، أو دخل الفندق اللي غادي يدوز فيه الأيام السفر ديالو، فراه عنده الرخصة أنه يفطر في نهار رمضان ويقضي من بعده الأيام، لأنه كيتعتبر مسافر، لعموم قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالعلة هنا مرتبطة بالسفر، ما عندها حتى شي علاقة بالمشقة، يعني سواء لحقاته المشقة في هذا السفر ولا ما لحقاتوش فهو عنده الرخصة. كما أن الإنسان اللي مقيم في بلاده إلا لحقاته المشقة من شي عمل ولا من شي خدمة ولا هذا فرا ما عندوش الرخصة أنه يفطر، اللهم إلا إلى وصل الحالة ديال الهلكة، فللضرورة أحكام.